لما تكون مرتبط بشخص وفجأة تلاقي الشخص جاي يقولك أنا ما بقتش عايز أكمل في العلاقة دي، إحنا لازم ننفصل ولازم نسيب بعض، مش هينفع نتكلم مرة تانية، ولحد هنا علاقتنا انتهت. ساعتها هنا أنت بتحس إنك مش عارف تعمل إيه أو تتصرف معاه إزاي، وبتحس كمان إنك تحت رحمته وإنه هو اللي متحكم في الموضوع، وبكلمة منه يخليك في حياته وبكلمة تانية يخرجك بره حياته. وفي الجزئية دي هقولك على مجموعة خطوات لو نفذتها صح وفهمتها أوعدك انه هيبقى عايز يرجع تاني ويرجع ندمان كمان. اول خطوة لازم تعملها معاه لما تلاقيه عايز ينفصل عنك وتبقى عايزه يرجع لك تاني هو انك ما تسألوش ابدا عن السبب اللي خلاه ينفصل عنك. يعني بلاش تقول له كلام زي مثلا هو انت ليه عايز تسيبني، هو انا عملت معاك حاجة غلط، هو انا ما بقتش عاجبك زي الاول، هو انت ما بقتش بتحبني، ولا في حد تاني دخل حياتك؟ طب فهمني ايه اللي حصل، اهلك هم السبب ولا اصحابك؟ اوعى تسأله ابدا الاسئلة دي. اكبر غلط بيقع فيه اغلب الناس وقت الانفصال هو انهم بيبقوا عايزين يعرفوا السبب، لانك بتبقى عايز تعرف السبب اللي خلى الشخص اللي معاك يقرر انه ينفصل عنك، فده ما بيكونش في مصلحتك ابدا. طيب ليه؟ لانه ده بيخلي الطرف التاني يحس ان انت لازق فيه وانك رافض تنفصل عنه، وده هيخليه يحس بثقة اكتر وهيحس انك متمسك بيه، وهيقول بينه وبين نفسه طالما هو متمسك بيا قوي كده يبقى انا اكيد كتير عليه. وده اللي هيحصل بالحرف، هيستكتر نفسه عليك. وكل ما حاولت تعرف السبب اللي خلاه يبعد عنك وكل ما فضلت تسأله هتلاقيه بيزيد فيها، وهتلاقيه بيقولك كلام من نوعية مفيش داعي نتكلم، احنا فعلا لازم نبعد عن بعض. وهتلاقيه حتى مش عايز يتكلم معاك في السبب، لكن انت هنا طبعا مصدوم لانك مش فاهم ايه اللي بيحصل. وهتلاقي ان رغبتك في انك تتمسك بالشخص ده مخليك مصر على انك تعرف السبب اللي خلاه ينفصل عنك، ودي اول حاجة مش عايزك تعملها ابدا. فلما تلاقيه عايز يبعد عنك ويقولك مش هينفع نكمل مع بعض، كل اللي عليك انك ترد عليه وتقول له تمام، طالما هو ده اللي يريحك، طالما هو ده اللي انت عايزه فتمام زي ما انت شايف. وبعدها اوعى تتصل بيه او تبعت له اي رسائل او حتى تقابله، ولو كان بيجمعكم مكان واحد زي مثلا انه معاك في الشغل او الدراسة فبلاش تظهر قدامه كتير. الخطوة التانية الاختفاء. الخطوة التانية اللي لازم تعملها معاه لما تلاقيه عايز ينفصل عنك وتبقى عايزه يرجع لك تاني هي انك تختفي عنه تماما. كل ما اختفيت عنه اكتر بتخليه يفكر فيك اكتر. طب ليه اختفائك هيخليه يفكر فيك اكتر؟ لان اختفائك هنا هيخليه يحس بالفضول، لانه كان متوقع انك هتتمسك بيه وتحاول توصل له طول الوقت وتتحايل عليه، بس انت هنا خالفت توقعاته وما عملتش كده. علشان كده لازم تختفي. بس ما تجيش بقى تقول لي انا اختفيت 3 ايام وهو ما رجعش، لا، الموضوع هنا محتاج شويه صبر. يعني اختفي اسبوع او 2 على الاقل، او بالكتير شهر. وانا عارف كويس جدا انك في الفتره اللي انت هتختفي فيها عنه دي انك هتراقبه، مفيش مشكله، راقبه، بس اهم حاجه وانت بتراقبه ما تخليهوش يلمحك ابدا وانت بتبص له. حاول على قد ما تقدر ما تظهرش في المكان اللي هو موجود فيه. ولو بتراقبه على السوشيال ميديا ما تخليهوش ابدا يشوف انك بتفتح ستوريهاته او انك اونلاين. يبقى كده تاني خطوة هي انك تختفي عنه تماما على الاقل اسبوع او 2. تالت خطوة لازم تعملها معاه لما تلاقيه عايز ينفصل عنك وتبقى عايزه انه يرجع لك تاني هي انك بعد ما تختفي عنه ترجع تظهر مرة تانية، بس تظهر وتبين انك مبسوط جدا حتى لو ما كنتش مبسوط. طب ازاي تبين له انك مبسوط؟ يعني لو كنت بطبيعتك مش متفاعل على السوشيال ميديا حاول تتفاعل على كل السوشيال ميديا عندك. نزل بوستات فيها صور جديدة ليك بلبس جديد، ستوريهات وانت بتشرب قهوة في مكان معين، ستوريهات وانت خارج مع اصحابك، اتصور مع اصحابك وخليهم ينزلوا الصور ويعملوا لك منشن وتفاعل معاهم في الكومنتات. ولو كنت بتشوف الشخص ده في مكان معين زي شغل او دراسة مثلا لازم برضو تبين له انك مبسوط، بين انك مبتسم دايما، وبين انك تتعامل مع كل الناس بشكل عادي جدا. وده هيخليه يتضايق جدا ويحس بالندم وهيحس انه غلط جدا لما قرر انه ينفصل عنك. طيب ليه؟ لانه شايف قدام عينه قد ايه انت مستمتع جدا في حياتك من بعده. واي شخص وانت مرتبط بيه ويقرر انه ينفصل عنك هتلاقيه كل ما شافك بتعاني اكتر وقت الانفصال كل ما هيرتاح اكتر، لكن لما يلاقيك عايش حياتك بشكل عادي جدا مستمتع ومبسوط ومفيش حاجه ببالك فده هيخليه يحس برغبه انه عايز يرجع لك مره تانية. طيب ليه؟ لانه هيبقى عايز يحس انه لسه ليه دور في حياتك، محتاج يحس انك ما انشغلتش عنه لسه. صدقني هتلاقيه محتاج جدا يحس الاحساس ده، وده اللي هيخليه يكلمك مره تانية ويتواصل معاك ويرجع يسال عليك بسبب او من غير سبب. وده هينقلنا للخطوه الرابعه، وهي انك بعد ما تلاقيه رجع يتكلم معاك ويفتح كلام معاك مرة تانية هنا بقى تقدر تتكلم معاه، تقدر تسأله بقلب جامد عن السبب اللي خلاه ينفصل عنك. وهنا كمان عايزك تحرجه وتسأله السؤال اللي هقولك عليه دلوقتي، هو انت رجعت لي تاني ليه؟ وهنا هتلاقيه عمال يبرر لك
هتلاقيه بيقولك انه كان عنده مشكلة وانه كان نفسيا مش متظبط او انه كان محتاج شوية وقت انه يقعد يفكر مع نفسه، وغالبا هو كذاب، بس هتلاقيه بيحاول يقنعك علشان يصلح موقفه ويحاول يرجع لك مرة تانية. وهنا انت قدامك اختيارين، في حالة لو ما كنتش عايز ترجع له مرة تانية وتشيله من دماغك وحاسس انك قادر تقرر انك تنفصل عنه، قول له بصراحة انا شايف ان علاقتنا انتهت فعلا، وانت لما قررت انك تمشي فانا نهيت الموضوع تماما، وللاسف ما بقاش عندي استعداد اني ارجع مرة تانية. اما بقى في حالة انك عايز ترجع له مرة تانية فهنا لازم تعمل معاه الخطوة الاخيرة، وهي انك تفرض قوانينك عليه. يعني لازم تقول له ان الموضوع ده لو اتكرر فانت مش هتسامحه ابدا، وتفهمه ان لو جالك يوم وقال لك مرة تانية انه عايز ينفصل عنك فدي هتكون النهاية بينكم. وده مهم جدا علشان تأمن نفسك من انه ما يحصلش معاك نفس الموقف الصعب ده مرة تانية. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. حياة سوية مع اسلام انور، والسلام عليكم.